مساء الخير عليكم. النهارده هقول لكم طريقة الجزر المخلل لرمضان. جبت جزر بس يكون جزر مليان شوية. قطعته زي ما انتوا شايفين كده حلقات تخينة. لو عندكم السكينة دي ممكن تقطعوا بيها، ما عندكمش ممكن تستخدموا اي سكينة عادية، مش شرط يعني. بس اهم حاجة ان هي يكون السمك ده علشان تقعد لرمضان ما يطريش في المية زي ما انتوا شايفين كده. اما لو انتوا هتخللوه هتاكلوا منه بعد 10 ايام تقطعوه ارفع من كده، بس انا علشان خاطر هخليه رمضان فقطعته زي ما انتوا شايفين السمك بتاعه تخين شوية. وجبت برطمان طبعا عقمته بمية سخنة، ودلوقتي عبيت الجزر وحطيت فيه حبة البركة. عندك فلفل حامي ممكن تحطيه. انا دلوقتي سخنت الكتل وخليت المية تبرد في الحلة عشان ما ينفعش تحطوا مية سخنة، المية تبرد شوية. وحطيت زي ما انتوا شايفين كده معلقتين هريسة الشطة اللي هي الحمراء، ومعلقة توم كبيرة مفرومة مع المية، ونص كيس ملح. تمام، انتوا بقى على حسب الملح اللي انتوا عايزينه. انا ما بحبش اكتر الملح، فانا حطيت نص كيس حلو قوي، وتقلبوه جامد. المية لازم تكون دافية. وهنحطه دلوقتي في البرطمان. زي ما انتوا شايفين انا حطيت المية. طبعا هزود مية تاني، لازم تكون المية مغطية الجزر. هنقفل عليها وهنربطها بشنطة، وقبل رمضان باسبوع هنفتح عليها، هنحط عليها كوباية خل ومعلقة سكر كبيرة. تمام، سكر ليه؟ سكر علشان خاطر يخلي القرمشة بتاعة الجزر تبقى حلوة. مش هينفع ان احنا نحط سكر دلوقتي، لازم قبليها باسبوع. لو انتي هتخلليه وهتاكلي منه على طول يبقى تحطي الملح بتاعك والخل والسكر ومعلقة الثوم والدقة الحمراء. لو انتي هتفتحي عليه بعد 10 ايام بس عشان خاطر يتشيل لرمضان، هتفتحي عليه قبلها باسبوع، هتحطي معلقة السكر وكوباية الخل وترجي البرطمان كويس قوي، وبعد كده تقفلي عليه وتفتحي عليه في رمضان. لو حطيتي الخل من دلوقتي الجزر هيتهري منك. تمام، ده تخليل الجزر بتاع رمضان. وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا والشفا.